اوعى تلخبط في الرواية بتاعتك ما بين السوفت ماجيك والهارد ماجيك. فعزيزي الكاتب تعال اشرح لك الفرق ما بين الاتنين في الرواية بتاعتك. السوفت ماجيك هو معناه ان هو سحر بلا قواعد محددة، اما الهارد ماجيك فبيكون القواعد بتاعته صارمة. سوفت ماجيك هديك مثال عشان يكون واضح قبل ما اشرح المميزات والعيوب. بيكون حاجة اقرب لهاري بوتر، اللي هو انت معاك عصاية سحرية، وطالما انت عارف الطلسوم السحري ده يبقى انت خلاص هتقدر انك تنور النور، او مثلا انك تتحكم في الكراسي تحركها وهكذا. ولكن الهارد ماجيك بيكون حاجة اقرب لافاتار ذا لاست اير بندر. يعني بيكون عندي 4 عشاير وكل واحدة فيهم بتستخدم قدرة معينة، اللي عندهم قدرة النار واللي عندهم قدرة الهواء وهكذا. كل واحد فيهم ما يقدرش يستخدم قدرة التاني، يعني بتوع المية ما يقدرش يستخدموا النار، والنار ما يقدرش يستخدموا الهواء وهكذا. السوفت ماجيك الحلو فيه ان القارئ دايما بيتفاجئ، يعني انا اقدر استخدم اي حاجة في اي وقت. فمش لازم ان انا مثلا ان هو فلان بيقدر يستخدم مثلا النار بس، او فلان يستخدم المية بس، لا كل واحد ممكن يستخدم اي حاجة طالما هو قادر ان هو يعمل كده، او مثلا تعليمه او مستواه وصل للمرحلة دي. حاجة تانية ان هو بيديك دايما مساحة للابداع. الليميتيشنز او الحدود بتاعتي بتكون مش حد قوي، فبقدر ان انا اعمل حاجات كتير. مشكلتي ان دايما القارئ هتلاقيه بيسأل نفسه مع كل موقف البطل يتزنق فيه، هو ليه ما عملش كذا، هو ليه مثلا ما استخدمش القدرة بتاعته عن ان هو ينتقل من مكانه لمكان تاني. اما الهارد ماجيك فاحنا قلنا قواعده بتكون صارمة، فبالتالي هي بتكون حاجة محددة، ودي حاجة حلوة بالنسبة ليك انت والقارئ، لا انت هتوه ولا هو هيتوه، والدنيا هتكون كويسة. الحاجة التانية ان هو بيكون عندي limitations، الحدود. انت بتقدر ان انت to test the limitation، انك تتحدى الحدود بتاعتك. يعني خلينا نقول مثلا ان في ناس بتستخدم المية، فهو مثلا قدرته ان هو بيعرف يحرك المية بس. طيب هو اتحط دلوقتي في موقف وهو عايز يطلع منه مش عارف يعمل ايه، فهيبدأ ان هو زي بتابجريد الليفل بتاعه، تتقدم في الليفل بتاعه لحد ما هو مش بس بيقدر ان هو مثلا يملى المكان حواليه ميه، وانما يستخدمها كأسلحة. فمن الاخر هنا اللعبة الحلوة ان انت دايما هتبقى بتتحدى حدود الشخصية دي او القدرات دي. مشكلتي ان انا ممكن يجيلي رايترز بلوك، يعني ان انا احط الشخصية بتاعتي في موقف انا مش عارفة احله. يعني هي قدرته مثلا واقفة عند كذا، هو مثلا اتحبس في مكان كله نار، فمش عارف ما فيش مية يستخدمها، هنعمل ايه؟ ممكن للأسف تحط نفسك أو البطل بتاعك في موقف انت تبقى مش عارف تتصرف فيه. هنا بتحتاج إبداع عالي قوي، وان انت تاني تتست الليميتيشن. فانت مثلا موقف شبه ده ممكن ان انت تخليه يستخدم العرق بتاعه، بما ان ده سورس ووتر ميه، او اي حاجه بقى حواليه الميه اللي في الجو الرطوبه العاليه مثلا، ان هو يحولها الميه ويستخدمها، وهكذا. الموضوع هيحتاج ابداع.